شهدت شوارع محافظة السليمانية مراسيم زفاف غير تقليدي للعروسين عن طريق ركوب دراجة هوائية بدل السيارات، وذلك لجذب اهتمام الناس إلى حماية البيئة، وصار أول زفاف بالعراق بهذه الطريقة. اليوم هي دعوة إلى الجميع حكومة وشعبا إلى الحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة وألفة الحيوانات. من هنا وعلى دراجتي الهوائية أقول حافظوا على جمال بيئتكم وطبيعتها، إنها أمانة في أعناقنا ومسؤولية الجميع. الطبيعة والبيئة كان عنوان الزفاف بشوارع السليمانية لإرسال رسائل للشعب والحكومة. حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة هو شعار للجميع، يجب أن يكون الجميع مشاركين بهذه الحملة الكبيرة. اليوم في الحديقة العامة أنا وزوجتي قمنا بغرس شجرتين لتكون سنبلة أمل للجميع، وكذلك أهدتنا جمعية الرفق بالحيوان هدية عبارة عن قطة صغيرة لتكون رسالة أن نعتني بالحيوانات الأليفة، وتوزيع الورود للناس أيضا، وركوب الدراجات واستخدامها، وتشجيع الناس على الحفاظ على البيئة والصحة والرياضة. أنا سعيدة بوجودي هنا وأرى زفافا على دراجة هوائية، إنها حقا مدينة الجمال والفن والحب. الرسالة وصلت إلى الناس أن نحافظ معا على الطبيعة والبيئة، وأن نتعاون على زرع الأشجار والحيوانات وسياقة الدراجة الهوائية دون أبخرة الغازات التي أضرت بنا كثيرا. أتمنى أن نكون أكثر مسؤولية واحترام للطبيعة. العروسان كانوا حريصين على ضمان حماية البيئة، وقاموا بزرع عدة شتلات إضافة إلى توزيع الورود على المشاركين في حفل الزفاف اللي تزين في شارع سالم مدينة السليمانية. قناة الجليل بنيامين، محافظة السليمانية.